بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. يعني ايه بقى؟ الدنيا غالية، يعني مش هناكل حاجة حلوة؟ لا والله، احنا هنعمل النهاردة احلى تورتاية بمكونات بسيطة جدا. شوفوا اشيك تورتايه ممكن تشوفوها، شايفين الشكل عامل ازاي؟ مكونات بسيطه خالص وموجوده في كل بيت، وهتعمليها بكل سهوله ان شاء الله، تفرحي بيها اولادك في عيد ميلاد، في مناسبه، جايلك ضيوف. المهم حاجه هتشرفك جدا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ يلا بينا بقى نتعرف على المكونات مع بعض. بسم الله. هبتدي جايبه بوله فاضيه كده ومكونات بسيطه جدا. معايا بيضتين اتنين بس، هحطهم في البولة زي ما انتم شايفين معايا كده. كيس فانيليا عليها او فانيليا سايله، اللي عندك الموجود عندك اعمليه. هقلبها كويس جدا بس عشان الزفاره بتاعه البيض. وايه تاني؟ وهنعمل ايه تاني؟ 3 معالق سكر. معايا 3 معالق سكر هرميين كده. مفيش حاجه صعبه خالص، كل حاجه موجوده في البيت ان شاء الله، في متناول ايدك باذن الله. هقلبه كده لغايه ما السكر يدوب. معايا ايه؟ 4 معالق زبده سايحه، 4 بس. ما عندكيش زبده يبقى ايه سمنه، ما عندكيش سمنه يبقى زيت، المتاح عندك اعملي بيه. 4 معالق زبدة سايحة، 4 معالق من اللي هي بتاعة الأكل دي. معايا ايه كمان؟ معايا كوباية لبن. هقلب الكلام ده كله بقى مع بعضه لغاية ما يمتزج كده مع بعضه. وبعد كده ايه؟ معايا كوباية دقيق هرمية كده، بس معبية الكوباية بالمعلقة، مش كبسة المعلقة، مش كبسة الكوباية يعني. هبتدي احط الدقيق عندي بالتدريج كده زي ما انتم شايفين معايا كده، وبالمضرب بقى عشان ما يتكتلش معايا. سريع سريع كده اضربه، شويه اللي احطهم اضربهم بالشكل ده كده لغايه ما اخلص الكوبايه بتاعتي، واشوف القوام بتاعه مظبوط ولا مش مظبوط. طبعا لو عايز سوائل هحط له شويه لبن، لو عايز دقيق هحط له شويه دقيق. دي حاجه سهله وبسيطه. هقلب الكلام ده كله مع بعضه بقى كده، وهنشوف القوام مع بعض دلوقتي عامل ازاي. شايفين القوام خفيف خالص ازاي؟ يعني تحط ايد صباعك فيه يا دوب يعوصه. معايا ايه تاني؟ معايا معلقه كاكاو، معلقه كاكاو اسباني، الكاكاو النظيف الايه اللي هو الخام، بس يكون نوع نظيف شويه. هقلب الكلام ده كله بقى مع بعضه كده، وهشوف لو تقل معايا من معلقه الكاكاو انا هحط له ايه؟ هحط له شويه لبن. واقلب الكلام ده كله ببعضه عشان لازم عشان التكتلات اللي عندي ما يبقاش فيه تكتلات خالص. ويستحب طبعا تكون انها بالمضرب السلك سريع سريع كده عشان ما يبقاش فيه تكتلات. طلع القوام مظبوط معايا ما شاء الله، تحفه. انا عايزاها خفيفه يا دوب تعوز صباعي. حسب فيه بقى عشان لو فيه اي تكتلات زياده او اي شويه سكر ما دابوش او اي حاجه، ممكن ايه نطلعهم عشان ما يبقوش مخرزين معايا في الايه، في الوصفه بتاعتي. صفتها بالشكل الجميل ده كده، هسيبها ترتاح خالص دلوقتي حوالي نص ساعه. وهعمل ايه؟ معايا 8 كيلو بس اللي هو كريم شانتيه. عندي الكريمة اللي هي كريمة الخفق حطي. انا عندي 8 كيلو بس، جبت 8 كيلو ب20 جنيه. ال8 كيلو حطيت ايه عليه؟ معلقة سكر بودر كبيرة، وهنخلها عليه كده بالشكل ده كده. دي يعني عملتها وبقى مني كمان اللي هو ايه، يعني خدت 3/4 بس كده. هحط عليها، خدت معايا نص كوباية لبن. انا حطيت ربع في الاول، لقيتها تقيلة فخففتها كمان ربع كوباية. وهضربها بالمضرب كده سريع سريع لغاية ما ايه ما تمسك معايا. عندي ايه بقى؟ عندي صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه معاكم على طول، وبقول لكم على طول ان انا عاملاه في التلاجة على طول، حاطاه في التلاجة عندي على طول، ما بستغناش عنه خالص. ضربتها هي معلقه، انا عايزه لونه يعني غامق، حاجه بسيطه خالص، مش عايزاه يكون اللون الكاتم اللي انا ايه اللي زي الشوكولاته العاديه كده. ضربتها وركنتها على جنب. تعالوا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه في الخلطه اللي احنا عملناها الاولانيه، العجينه الاولانيه. شايفين القوام عامل ازاي؟ سيل خالص. انا جبت طاسه على النار متوسطه، ودهنتها يا دوب زيت بالفرشه كده مش كتير. وهبتدي اعمل ايه؟ البانكيك بتاعي او الكريب بتاعي. فايه هعملها في الطاسه كده تشم النار، بس اقلبها. تحفة، ولا خدت معانا أي وقت ولا خدت معانا حاجة. عندك عيد ميلاد ابنك هتعمليه عشان الدنيا غلا ومستحيل، يعني مش معقولة يعني هنعيش من غير حاجة خالص كده. فاحنا بنبحث على أقل حاجة، على أبسط حاجة ممكن نعملها، وتكون شكلها شيك جدا. يعني ما تتخيليش إن حاجة بالشياكة دي ممكن تكون معمولة بالمكونات البسيطة دي. أنا عملت معاكم كمان واحدة كده.
بوزعها كده زي ما شفتوا معايا في الطاسة كده بالحجم اللي انا عايزاه. عايز تعمليها اكبر من كده طبعا هتكبري الطاسة، بس المقاس ده كويس جدا جدا بالنسبة لي. احركها كده يا دوب كده في الطاسة، واخلي النار هادية ما خليهاش عالية. شايفين شكله عامل ازاي معايا؟ طالع عامل ازاي؟ تحفة. الكريب ده بقى ممكن تعمليه صوص شوكولاته، ممكن تعمليه باي طريقه غير التورتايه، يعني ممكن تعمليه تحشيه بس شوكولاته كده. ممكن تعملي فيه اي وصفه، يعني ممكن تعملي بيه اي وصفه تفرحي بيها ولادك. انا جبت هنا، جبت البوله دي فيها شويه ميه سخنه كده، وهجيب الاسباتوليا بتاعتي وهبتدي اوزع الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين معايا كده. المية السخنة بس هتساعدني، والاسباتوليا جميلة جدا جدا في فرد الكريم شانتيه، افضل من السكينة وافضل من اي حاجة تانية. فالاسباتوليا بصراحة بتوزع معايا بسرعة جدا. شايفين انا حطيت طبقة، وبعدين احط طبقة كريم شانتيه بالمية السخنة. ابتدي احط طبقة، انا بحاول طبعا اخليه كله قد بعضه، الكريب بخليه كله قد بعضه. هبتدي اعمل كمان طبقه كده زي ما انتم شايفين معايا كده، بوزعها بالراحه خالص. انا طبعا الكريمه مخليه قوامها تقيل شويه، مش خفيف، مش خفيف زي التورتيه العاديه، لا انا متقلاه شويه عشان يمسكوا ببعض. الكريب ما يتزحلقش من على بعضه. لو كانت اخف من كده فالكريب هيتزحلق معايا من على بعضه لما اجي اقطعه. هبتدي بقى ارص كل الطبقات زي ما انتم شايفين معايا كده لغايه ما اخلص الطبقات بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين معايا كده، وابتدي اغطي الوش بتاعها بالكريمه اللي انا عاملاها. اكسيها كويس جدا كده عشان ما يبقاش فيه حاجه باينه. وهبتدي برضو اعملها من الجناب زي ما انتم شايفين معايا كده. اضغط بقى، اضغط وانا بعمل الكريمه، اضغط علشان الحروف تبقى متساويه معايا، يعني ما غطاهاش بس كده وخلاص. اضغط وانا ماشيه، اكبس الحروف دي لجوه كده عشان تبقى متساويه معايا بالشكل زي ما انتم شايفين معايا كده. شايفين الاسباتوليا بتمشيها معايا بسرعه ازاي؟ والميه السخنه كمان مساعداني اكتر واكتر، مخليها يعني تفرد معايا بسرعه. كده بقى ممكن تزينيها بقى بالطريقه اللي انت عايزه تزينيها، يعني ممكن تعملي نصها شوكولاته ونصها فانيليا، ممكن زي ما انت عايزه. انا عم بعملها لكم بمكونات بسيطه جدا عشان تبقى متاحه، وتقوموا تعمليها كده في ما فيش في مينت يعني زي ما بيقول. هبتدي اسويها من فوق كده. عندك بقى كريز، عندك حاجه حلوه، عندك فراوله، عندك شوكولاته، انا عندي مكسرات اللي هو لوز وجوز وكده، بس طحنتهم كويس جدا، يعني طحنتهم خليتهم مجروشين ناعم شويه كده، ورشيتها على الوش كده. وعندي شوكليت شيبسي، رحت حاطه كذا واحده كده، ملقطه كذا واحده كده، وبس ما كلفتش نفسي اي حاجه خالص، وطلعت معايا بالشكل التحفه ده. شايفين بقى بتتقطع جميله ازاي؟ ما شاء الله. وطعمها ولا اروع ولا اشيك. بس يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري. شايفين الشكل عامل ازاي من جوه؟ ما شاء الله. شايفين من جوه عامله ازاي؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.